سيلفي سريع ويا البقرة. وهاي شنو تقربت عليه كلش. شوف هذا القبر ايش كبر، هذا ما شخص واحد مو 2 شخصين. مرة نمت بالمقبرة بالنمسا والله. هاك زين المايك يحكي. لين تأخرنا بالليل وماكو فنادق. قاعدة مال العراقيين أحسن من الحر عمي. خلي لحق على البيتزا لأن هذا مفترس. هذا بيض مال العرب من الدجاجة تتوكعن. هلا والله يا اخوان شلون الامور مثل ما تشوفون البقر وراي. طبعا اليوم راح اشوف لكم حياة الريف او الضيعة بالمانيا. هسه بالعراق عندنا قرى يعني تشتري منها دجاج او حليب بقر وكذا، فهماتنا موجود هنا بالمانيا بس شوية مختلف. فخليكم الفيديو حتشوفون حياة الضيع هنا. هذا اللي راح ناخذ منه حليب. ايه هواية مو يا اخي والله نظيفات يكرم الله. مثل ما قلت لكم هذا البقر حاطين عليه ارقام علشان اذا يكون الحليب متسمم يعرفون من اي بقره جاي. ما مثلا اذا يكون الحليب متسمم يذبحون البقر كله ويعالجوه كله، فحتى يعرفون الحليب منين جاي، من يا بقره انه تكون متسممه او شيء حتى يعالجوها. هلو بوسها احسن بعد. دي باهمني انت تضحك. شو هذا يجي اقول لك البقر ينطح. Ich lasse sie bloß da aus. Danke raus. Sie ist halt jetzt gekühlt auf 3,5 Grad. طبعا هذا الحليب هذا فريش بعد حتى ما مطبوخ. هذا حار. Nee, die ist kalt. 3 Grad, die ist kalt. طبعا الصدمة ما اخذت فلوس، قسم بالله اخذنا لترين وما اخذت فلوس. اول مرة الماني ينطي بلاش. ترى صدق اللي بالضيعة وهاي كرماء والله العظيم. تعال شوف لنا الحليب تعال. كلهم ينطون. هاي حليب. هاي لترين هذا ما مطبوخ. يسوون منه جبان وكذا. والله يجي من البقر من الشجرة على الخلاط. اي من البقر بعدين يخلوه يجي مثل بثلاجة تفتر حتى ليه شو اسمه ليه يخرب او يطب. عمرك حالب بقرة؟ اي طبعا. الله عليك. والله العظيم. شنو الشعور اللي حسيته بوقته؟ انا من كنت صغير كنت احلب، بس من كنت صغير. ما تحب هاي السوالف؟ لا. عجيب. هي من كنا صغار شيء ممتع لما تحلب بقر وهاي. لا ليش انت ادور طلي احلب بيه. لا ادور طلي احلب بيه، ما كنت اعرف الطلي من حلب. ماكو بقر. او هذا من بغداد، احنا من الانبار يعني بغداد مثقف. بغداد مثقفين ماكو بقر. اي ما يشربون حليب. ايش تشربون؟ جبن. شوف هاي القبور مالتهم هيك تكون. طبعا كلش يكونوا معتنين بيهن لدرجة مو طبيعية. واكو هنا ناس يشتغلون والقبر مالتك انت تدفع فلوسك عليه حتى تندفن، يعني اذا ما تدفع فلوسك تنحرق. هاي معلومة يمكن هواي ناس ما يعرفوها بالدول العربية. فهنا هاي القبور كلها مأجرة شهريا، او الشخص يكون قبل لا يموت يكون مأمن موته من سنين يعني، فيكون يدفع كل شهر هو حي حتى من يموت يندفن ما ينحرق. غير هيك ينحرق او اهله يدفعوا له يعني. او اهله يدفعوا له يعني اذا كان احد يتكفل عادي يندفن، غير هيك ينحرق. يا اخوان قبل كل شيء مو انتقاصا من مقابرنا ولا كل شيء، بس حبيت اشوف لكم المقابر بالمانيا شلون الترتيب مالتها وشلون يدفنون الموتى وشلون تكون القبور. كنا عابرين منها فاقترحنا انا وصديقي فكره انه نصور المقبره ونشوف لكم اياها. مو انتقاصا ابدا من مقابرنا. الميت المهم يندفن ويتكرم بدفنه، بس حبيت اشوف لكم فاني اسف. والله يرحم جميع شهداء العراق، الله يرحم جميع الاموات. فشوف المقبره. لك كنا نسمع كثير شغلات لما تفوت مقبره تشوف جني يطلع لك بالليل وما ادري شنو وتسمع اصوات مال اموات. ترى هذا الشيء كله مو صحيح، كله كذب يكرم الله. وهاي السوالف تطلع بس بالدول العربيه لين يصدقون بسرعه. هذا تحكي الالماني مو الضحك والله العظيم. ماكو هيك نهائي. بس والله حلوه المقبره تدري. هنا هم يعني كل شخص اللي عنده احد يجي هنا يغسل مقبرته يخلي له ورد. سجاد سالني قال لي انت نايم بمقبره قبل؟ قلت له لا تعال احكي لنا. مره نمت بالمقبره بالنمسا والله. هاك زين المايك يحكي. لين تاخرنا بالليل وماكو فنادق. نمت بالمقبره بالنمسا؟ اسمع اي والله نمنا يعني بالسياره داخل المقبره، لان اكو بالمقبره كان تواليتات كلش نظيفه. اي والله بدون شقه. نعم بالمقبره على مود تواليت. اي رب الثنتين بالليل وصلنا. والله ليش شنو ماكو فنادق؟ وين اكو بالثنتين بالليل فندق مفتح. اوكي.
ويعني هناك بالمكان كنا شويه مثل مكان خارج المدينه على مود هاي، فنمنا بالمقبره اول مره بحياتي. احنا كنا خايفين قبل، يقول لك راح يطلع لك هذا من الميت من القاع انه بيجيك بالحلم، كله كذب. والله احلى نومه كانت. وين نمت؟ بالقاع على شنو؟ لا بالسياره، بس شنو بالمقبره. يعني طبقنا السياره السيارة؟ بالمقبره. اي لان انت ممنوع تنام بالشارع شو اسمه، اوكي، اذا مو مكان مخصص. وهنا وينك وجني؟ اي فما حد يجي، كله كذب. جنين مثقفين. اقول لك انا والله كان اكو فيلم شفته بالصغر لحد الان ببالي، لحد ما نمت بالمقبره يلا راح من بالي. والله هاي شنو؟ والله هذا يجوك 5 6 يطبوا لك انت ونايم، كله كذب طلع. نجرب ننام بالمقبره. كله كذب نام والله. بالقران احلى نوم. لك عمي مستر بيست نام 24 ساعه بالقبر. احلى نوم احلى نوم. بلاش مجانا. تواليتات احلى شيء نظيفه. هذا كان فيديو قصير بالمقبره. شفت الترتيب شلون؟ يعني احنا هماتنا متفاجئين نفسنا. هنا كلش يعتنون بيها، يجون دائما يزورون القبور ويزرعون ورد، يحطون ورد، ينظفوه، يغسلوه. صراحة كلش معتنين بهن. يعني عادي الميت أهم شي دفنه، بس حلو إذا كان هيك. ما أعرف، ناس تقول إنه ما يصير واحد هيك يسوي قبور، ناس تقول بدعة، ناس تقول بس بالتراب، ما نعرف. يما الله، بالنهاية كنا ميتين. بس أنا أتمنى قبره يكون هيك جديات. وأنت ايش تتمنى؟ سجاد حرق؟ صدق أنت مو دافع تأمين؟ تعال الزم الماي. طبعا نصيحة للي هنا بأوروبا، اللي أكثريتهم جايين وحد بدون أي عوائل. لأن هنا الشخص إذا يموت أكو مقابر إسلامية، بس أكثر الأماكن يعني مزدحمة كلش المقابر. لهذا السبب إنه أي شخص يموت هنا بألمانيا راح ينحرق بالضبط. إذا ما عنده أحد يدفع له فلوس القبر، وما عنده مكان مشتري من زمان بالضبط. أنا هذا حاكي فيديو. فنصيحة للأشخاص اللي هنا جايين وحدهم أو العوائل أو شيء، أكو تأمين جديات، أكو تأمين يسموه تأمين الموت، يعني ما دفنه. ويعني هذا التأمين واحد يدفع له مثلا حسب ايش قد ما يريد، مثلا من بعد ما يتوفى ايش قد اقل شيء وايش قد اعلى شيء يدفع. يعني أكثر شيء من بعد يموت يستلم 10,000 يورو. الشخص اللي ينكتب اسمه داخل التأمين راح يستلم 10,000 يورو حتى مثلا يقوم بالامور مال الدفن. وهنا بالمانيا كلش مكلفه. يعني مثلا انت متت وانت مأمن احد على موتك بالضبط. يعني مسوي له عقد، يستلم 10,000 يورو علشان يدزك لبلدك مثلا او يدفنك هنا، لان هنا كلش مكلفه بالضبط. هو هاي الفلوس ما مأمن او ما موكل احد راح يحرقوك بالضبط، يحطوك بقوطيه حبيب قلبي. بالضبط. بس قلت لك اكو مقابر مسلمين اذا احد يعني يعتني بيك، بس اذا يشوفون عندك تأمين لا، راح يروحون للشخص اللي مسوين تأمين عنده وينطوا له فلوس. اي واحد يريد تفاصيل اكثر خليه يجي يا مصطفى. زين ينطوا له فلوس شلون؟ اذا انت مثلا تدفع 12 يورو بالشهر، 12 يورو بالشهر سنه، ايش قال ليش انطوا 10,000؟ 25,000 بهاللحظه. هاي شنو؟ اي والله. يعني حتى لو انت دافع خلال سنه 200 يورو بس انت مسوي تامين بالضبط، ينطوا هذا المبلغ. كل ما الشخص اصغر ويسوي تامين كل ما يدفع اقل شهريا، وكل ما اكبر يدفع اكثر. اي لازم اذا شخص اكبر لازم يجيب لهم هم يعني اوراق من الدكتور انه هو ما بيشي. مو اكو عالم مثلا لا سمح الله بسرطان يريد يموت ويسوي هذا التامين قبله بيوم وبعدين ثاني يوم يموت يطلع خسر. واو بسرعة كبرها ما شاء الله. هذا المطعم ايطالي ابا عن جد، كل شيء بايطالي، حتى هم يحجون ايطالي. اول شيء يحط الصوص، اهم شيء الصوص. الجبن، هذا الجبن مختلف اعتقد. خلي يجيكم من هاي الجهة احسن. هو ترس فلفل وبصل. كلش حلو ينظفونه. راح يطير عيني. طبعا دخلنا المطعم بيتزا ايطالي ابا عن جد من جنوب ايطاليا. فطلبنا بيتزا ورحنا ناكلها على الجبل. احنا طلبنا بيتزا خضروات علشان كل شيء الدنيا بيها، يعني ليكم بها لا خنزير ولا دهن خنزير ولا شيء، امن سليم. هاي تقريبا شبه استوت تقدرون تقولوا. طبعا هاي البيتزا كملت صراحة خرافية، هاي نص وهاي كاملة.
واو 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 صدق الجنة. لك صدق هاي المكان هنا حلو، مال قاعدة هاي بس حارة يا أخي جبتنا هنا. نشوف البيتزا تصار بيه. أوه تعال شوف شوف الضيم. طبعا المكان خيالي جديات خيالي، بس حارة كترنا الحار سجال بنص ترى درجة الحرارة يمنا 25 واحنا حرانين. الله يعين اللي بالعراق بالقرآن. تعال اقعد تعال اقعد تعال اقعد تعال اقول لك هنا في خلينا نحول تخبل. هذا مال ذول الاخوان، خلينا نسوي لهم دعاية. قاعدة مال العراقيين احسن من الحر عمي، خلي لحق على البيتزا لان هذا مفترس. قاعدة مال العراقيين والله هنا أنا. أولي إيه وقع رادي وقعها صدق تحكي. بسم الله. أوه يا يابا يا يابا جيب ده يقسم الكرتونة. ليش تقسمها ليش؟ ما يوثق بيه حتى كل من ياخذ حقه. خرب يومك سجاد يا خشن. الولد إيراني ترى على فكرة، جديات عراقي إيراني. عراقي قواد. ها لا عراقي الولد. هاي سويت لصتها لوص يا اخي. باع شنطاني اخذ 4 انطاني 3. لا قوات لا. ها خلي احسب هاي مالاتك اكبر. الف عافيه. قبل لا اختم الفيديو، اكثر شيء مميز بالمانيا لا الضيع لا القعدات لا شيء، الشيء اللي مهتمين به انه بكل مكان تلقى تكرمون سلة زبالة. حتى هنا هسه هاي ايش قد ضيعه وكبيره وما اعرف شنو، ممكن الناس هسه يجي هنا اي واحد يذب زباله بالشارع ما حد يمه. شوفوا لا احد يمه لا شيء، بس شنو يقول لك انت حافظ على نظافه البيئه، حافظ على نظافه المدينه. اجيال هاي من جيل لجيل يتعلمون. فخلينا بكل مكان سله زباله. والشيء المميز، خلي افر الكاميرا اشوف لكم اياها ثواني. الشيء المميز اكثر مثلا اذا عندك هوايه تكرم زباله وكذا شو تسوي؟ شوف هذا الشيء المميز اكثر من هنا، تسحب كيس وتحط تكرم الزباله مالتك بيه وتكبها هنا. هيك اذا كانت كراتين عادي تخليه، بس اذا كانت زباله هوايه او تريد تلمهن من السياره او مكان قعدتك تسحب كيس تحط الزباله بيه وتكبها هنا. ترى بكل بساطه يعني ما يحتاج والله العظيم، وتحافظون على البيئه. ليش واحد يكب زباله برا وبالشارع ويذبها وين ما كان؟ والله يعني انا هسه مرات مثلا تكون تكرمون بيدي زباله او كيس او شيء ما القى سله او كذا اخذه وياي للبيت والله جديات. واو كلش حلو. هاي الضيع كلها هيك بيوتها خشبيه وقديمه تراثيه لابعد حدود، يعني حرفيا كلها هيك بيوتها. واو هو الضيع حلوه بس كسكنه للشباب ما حلوه، شويه ممله لان هدوء. ممكن تتونس بالخضار والبيوت وهاي كذا اول ايام، بس بعدين تمل. شوف هذا البيت ايش قد تراثي وقديم كلش حلو صراحه. هنا حتى الهواء مختلف، كله حدائق هنا ومزارع دواجن اغنام ابقار. تشتري حليب مثل بالعراق بيض. عندهم دجاج جوا؟ لا ما شفت. شوف البيض خلين جوا. هذا بيض مال العرب من الدجاجه لا توكعن مثل هذا الفيديو شفته. واو هاي اكس لارج. يا باع البيض والقرآن يخبل صدق فخم. هسه شنو ما عندهم دجاج جوا؟ طبعا مثل ما شفتوا الضيعه بالمانيا هي هيك الضيعه تكون هادئه جدا جدا مثل ما قلت لكم. ترى هم نفسنا اهل القرى. وعلى فكره اكو شيء ما تعرفوا بالضيعه عندهم عشاير. مو ممكن مثلا البنت تطلع ويا اي واحد. صحيح اكو انفتاح هواي بالمانيا بس اكو بنات ما يطلعن ويا اي واحد. عشاير جديات ممكن حتى ما يخلوها تلبس شيء كلش قصير فيكونون نوعا ما محافظين. ليش اضحك ما اعرف. المهم شفت الضياع. ان شاء الله الفيديو عجبكم. هسه راح اروح للبيت امنتج واتعب حتى اطلع لكم بلقطات حلوه بجوده حلوه بفيديو حلو يليق بيكم ويليق بقناتي. فشويه دعم